إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يا عباد الله، فلا زلنا مع مجالس الطاعة والعبادة والعلم النافع إن شاء الله، ومع مجالس العقيدة في شرح كتاب تطهير الجنان من أدران الشرك والكفران للشيخ الفاضل أحمد بن حجر آل بوطامي. عباد الله، إن من معاني لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله. وعلى ما ذكرنا في الأيام الماضية والمجالس المباركة، العبادة وتفسير العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع. يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. على ألسنة الرسل يعني ليس من هوى وليس اتباع أحد إلا الرسل. وقال أيضا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله والعبادة هي اسم جامع لكل ما يرضاه الإله السامع. فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا، ليس له اختيار في زيادتها ولا نقصانها. والعبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والدعاء والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد أو شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. ولا يظن أحد الناس أن العبادة هي الصلاة وفقط، فمن صرف شيئا منها أي من الذي مضى لغير الله يكون مشركا، لقول الله تعالى
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحد جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. متى حدث الشرك؟ إذا ثبت هذا فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما جاء في القرآن الكريم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وسبب الشرك هو الغلو في الصالحين، وحدث الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين، وما يأتي الغلو أبدا بخير، إن الغلو لا يأتي أبدا بخير. ومعنى الغلو زيادة التعظيم بالقول والاعتقاد، وما ينبغي الزيادة بالتعظيم وبالقول والاعتقاد إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته لا تزيدوا فوق ذلك، أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله جل وعلا. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم مثلما فعلت النصارى بعيسى واليهود بعزير. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني كما وصفني ربي، أي لا تزيدوا على ذلك. ولكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهيه فناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم، وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين وصلوا فيها وإن كان لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين فهذا شرك، وطافوا بقبورهم
وإنما الطواف يكون بالكعبة المعظمة المشرفة المقدسة. واستغاثوا ربهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات. ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. وقد ورد في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه الشيخان. وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده، حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله، ونسبوا إليه علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون. كيف ما كان وما يكون؟ وخالفوا صريح القرآن العظيم المجيد. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى مخبرا عن رسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا علمتم يا أيها الناس أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه، وإن كان ذلك أيضا جزءا من التوحيد، وهو كما أسلفنا توحيد الربوبية. ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون أوليائنا. نعلم من أنواع العبادة كما سبق: الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. فدليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الصلاة والذبح قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر والطواف قوله تعالى: وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي لفظ: من حلف بغير الله فقد كفر. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
رواه الطبراني بإسناده. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الخوف قوله تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرهبة قوله تعالى: وإياي فارهبون. ودليل الدعاء قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا، فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك وكل كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمستغيث بالمخلوق إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي مدد، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخر ذلك. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في عداد الظالمين المشركين. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها؟ من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني أجعلتم مع الله إلها في حال الاضطرار وكشف السوء يكشف مع الله؟ بين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء. بين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء منه. ولهذا قال: أإله مع الله بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. الركوع والسجود والنذر لغير الله، فالذي يركع أو يسجد لحي أو لميت أو ينذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين، أو يذبح لهم أو للأشجار أو للعيون أو للكهوف أو للمقامات أو للأضرحة، أو يطوف بقبر نبي أو ولي كأن يطوف بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسن أو بقبر الحسين أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو السيد البدوي أو الرفاعي أو زينب أو رقية أو نفيسة أو عائشة أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله فرج عني هذا الكرب، المداد يا عبد القادر يا جيلاني، أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب من المخلوق شفاعة عند الله أو مغفرة للذنوب أو تحصيلا للجنة أو نجاة من النار، أو أن يرزقه ولدا، أو أن يطلعه على علم الغيب، أو خطوبة أو زواج أو فك سحر أو غير ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر. هذه الأشياء التي مضت من يفعلها يكون مشركا بالله شركا أكبر، لا يغفر الله له إلا أن يتوب. وهذا الكلام ليس من عندنا، بل هو قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن يستعين به، مثل أن يطلب منه أن يعينه في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك، وهذا ليس بشرك. الأمر لله وحده والمخلوق عاجز. الأمر لله وحده والمخلوق عاجز. هذا وقد أكثر الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته وحده ودعائه وحده، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال مبينا عجز تلك الآلهة التي عبدها المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال مبينا أن النفع والضر بيده لا بيد غيره. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبكت النصارى ويوبخهم على عبادتهم المسيح، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده النصارى ويقول ما قلت لهم أي يا ربي إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله
ربي وربكم. والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك أصلا، ولكن يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز، بل ويكون شركا، فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الأحجار والكهوف والمقامات؟ ألم يسمع دعاة غير الله قول الله مخاطبا لسيد العالمين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يعني أنك لا تستطيع يا رسول الله أنك تدفع الضر عن نفسك، فكيف يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بل ومن هو دونه أن يدفع ضر نزل بغيره؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ألم يشرك اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان الله. وهنا أقول أيضا نصيحة لإخوان الدعاة إلى الله: اللهم بارك فيهم يا ربنا، واغفر لهم وثبت لسانهم وانصرهم على عدوهم. أقول لإخواني أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعو هؤلاء المشركين من النصارى واليهود. علمه أنه يدعوهم بكتاب الله عز وجل، يدعوهم بكلام الله لا بكلامهم هم ولا بكلام الفلاسفة والعقلانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه أتى بكتاب من كتب النصارى بالأناجيل هذه وغيرها، ثم يستخرج ما فيها من خلل وعيوب ليبينها للناس ويوضح للناس أن هؤلاء على خطر عظيم، وأن كل ما أتى هؤلاء به إنما هو تحريف وباطل. لا، إنما علمه أن يكون كلامه سبحانه وتعالى هو المحاجة التي يحاجج بها هؤلاء وهؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك رأى صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله: ما هذه؟ فأجاب عمر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في يده وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون، يعني كما قال العلماء أمتحيرون في أمركم، أي في أمر الإسلام وما جاءكم الله عز وجل به، أمتحيرون أنتم ومتشككون لكي تمسكون هذه الصحف المحرفة، هذه الصحف التي أبدلكم الله عز وجل خيرا منها، أمتهوكون فيها. وأقول لإخواني هذه نصيحتي لكم: كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نصيحة. أمتهوكون أنتم فيها، متشككون أنتم ومتحيرون، وإن كنتم إنما نفند ما عندهم من خلل ثم نرد عليهم بكتبهم هذه وتحريفاتهم. نقول لكم: لم تكن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعليكم بكتاب الله، فعليكم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فيه النجاة وفيه الهداية وفيه كل صلاح للأولين والآخرين.
اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اغفر لنا هزلنا وددنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا ولآبائنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء أسقامنا ودلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى وإلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. آمين.